أسهل لوك ميك اب هتعمليه بخطوات بسيطة جدًا. يالّا بينا نجهّز البشرة وأقول لِك إحنا هنعمل إيه. أول حاجة أنا نضّفت طبعًا بشرتي بجل الصبار، هو بيرطّب لي البشرة وباستخدمه كعازل للميك اب، وباستخدمه كمان في الترطيب زي ما قُلت لكم، وبانضّف بيه بشرتي. أنا حطيت كمية بسيطة أوي من الجل الصبار، وزّعتها على بشرتي، وبعد كده جِبت قطنة ومسحت. أنتم شايفين البلاوي اللي طلعت في القطنة؟ حلو جدًا. رطّبت بيه بشرتي واستخدمته كبرايمر، وبعد كده هاجهّز بشرتي في الترطيب. البشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة المختلطة، كل أنواع البشرة لازم ترطّب بشرتها كويس عشان الmakeup ما يشققش معاكِ، أو الfoundation ما يشققش معاكِ أو يدّيكِ شكل وِحِش. طول ما أنتِ مرطّبة بشرتِك هتشوفي نتيجة حلوة. أنا هنا رتّبت بإيه، باللي هو ديزار. عارفين اللي هو سيرم ديزار بتاع العين؟ أنا باحبه جدًا، حلو جدًا للهالات اللي تحت العين. بتستخدميه مرّة كل يوم يعني كل يوم بالليل، خلال أسبوع بتشوفي نتيجة تانية خالص. بتستخدميه بطريقة الطبطبة تحت العين. هاجي بعد كده للحواجب. لو أنتِ حواجبِك تقيلة تستخدمي عارفين اللي هي الماسكارا الجل؟ حلوة جدًا. يا إما صابونة الحواجب وشكرًا على كده، ما تكتّريش في رسمها، لو في فراغات فيها ممكن تمليها. لكن لو حواجبِك مش تقيلة زي حالاتي هتستخدمي ماسكارة سوري، هتستخدمي صابونة الحواجب. هتبُخّي بس بالمثبِّت الmakeup بتاعِك على الصابونة وعلى الفرشة، وتبدئي إن أنتِ تسرّحي الحاجب لفوق ولتحت، يعني تنكُشي الحاجب كده وتبدئي إن أنتِ تسرّحيه، وبعد كده ترسمي الحاجب. ترسمي الحاجب بالطريقة اللي أنتِ عايزاها، سواء powder، سواء بالقلم، سواء بالجل، الطريقة اللي أنتِ بتحبيها وبتحبي تستخدميه فيها وبتريّحِك أو اللي أنتِ متعوّدة عليها استخدميها. بس عايزة أقول لِك إن كلّهم أسهل من بعض وأحلى من بعض. أهم خطوة بقى اللي هي تنضيف تحت الحاجب، اللي هي بالكونسيلر. باخد خط تحت العين تحت الحاجب كده، وبابدأ إن أنا أنضّف تحت حاجبي عشان يظهره لي. بيكنسل لِك بقى إيه، لو في شعر صغير، لو في عيوب أنتِ عملتيها وأنتِ بترسمي بتنضّفي بيها الحاجب. التركاية دي مهمة جدًا. تاني حاجة هاعملها اللي هو base للshadow. دي مهمة جدًا. لو أنتِ بقى الeye shadow بتاعِك مش original، مش بيبقى واضح أوي على عينِك أو مش بيبقى ظاهر، استخدمي أو اعملي التركاية دي. هتجيبي concealer يكون الcover بتاعه عالي، هتبدئي تحطيه على الجفن العين وتدمجي، وبعد كده تثبّتي بالloose powder ودقيقة وتكمّلي بقى شغل في العين. أنا استخدمت الدرجة دي، خدتها كده زي ما أنتم شُفتوا، خدتها من الباليت. بالطريقة دي بتلفّي الفرشة بتاعتِك في الباليت وبتنفخي نفخة بسيطة أو بتخبطيها في الباليت بتاعتِك، إن أنتِ تطلّعي منها أي زيادات، وتبدئي إن أنتِ تسحبي طبعًا العين لبرّه، أو ممكن تحطّي بلاستر لو أنتِ عايزة الطريقة اللي أنتِ حاباها تعملي بيها، وتبدئي توزّعيه فوق عينيكِ، وتستخدمي الفرشة تكون اللي هي الfluffy دي، وتبدئي إن أنتِ تدمجي بقى كويس كُلّه مع بعضه عشان خاطر يظهر فوق العين بشكل يعني منسّق كده، ما يبقاش كإنِّك يعني حاطة لون وخلاص. لمّا تعملي التركاية دي وتدمجي كويس هيبان معاكِ أوي. أنا هنا مش هاحط makeup تقيل، أنا حطيت الدرجة دي وأخدت معاها اللي هو الhighlighter، حاجة بسيطة خالص حطيتها فوق العين وما حطيتش concealer، مش حابة إن أنا أظهره أوي. بعد كده أصعب حاجة الeyeliner. رسمت الeyeliner وبعد كده هاحط بقى طبعًا حاجات بسيطة. مش هاستخدم حاجة تاني في العين، هو كده حلو جدًا. الfoundation اعمليه بالطريقة دي، مش اللي هو هيكسّر معاكِ أو يشقّق أو يبيّن لِك أي عيوب في بشرتِك. أنتِ كده رطّبتِ بشرتِك، يبقى إحنا كده تمام. هتحطّي الfoundation على الفرشة بتاعتِك، وبعد كده تبدئي إن أنتِ توزّعيه على البشرة. تجيبي الbeauty blender بتاعتِك بعد كده وتبدئي إن أنتِ تدمجي كويس جدًا، تدمجيه كويس، يعني كل حاجة تدّيها حقّها في الدمج عشان تظهر معاكِ بشكل حلو. هتدمجيه كويس وبعد كده تبدئي إن أنتِ تحطّي بقى الconcealer تحت العين. يبقى هتحطّي الconcealer تحت عينِك، حاجة بسيطة جدًا ما تكتّريش، وهتحطّي ناحية الأنف، هتحطّي ناحية الفم، ناحية بُقِّك، ناحية الخد، حاجات بسيطة. أنا هنا مش هاعمل contour، هاعمل حاجات بسيطة أوي، لإن هي مناسبة بسيطة ومش عايزة أحط makeup over. وده الconcealer اللي أنا استخدمته بتاع Artskin، حلو أوي، أوي، وكمان الcover بتاعه حلو جدًا. أنا ساعات باستخدمه أصلًا كfoundation، يعني باستغنى عن الfoundation وباستخدمه هو. هابدأ بقى إن أنا أدمج الconcealer كويس. الconcealer هتدمجيه في مكانه، يعني
في المكان اللي أنتِ حاطاه فيه تدمجيه، بس زي ما أنا شُفته كده موزّعاه في أماكن معيّنة عشان يدّي إضاءة، وكمان في التصوير يظهر لِك شكل الmakeup. بُصّوا بتفرق أوي، أوي معاكِ التركاية بتاعة الconcealer اللي أنتِ بتحطيها دي تحت العين، وكمان ناحية بُقِّك، وممكن تحطي على شفايفِك كمان عشان يظهر لِك الروج وتدمجيه، وتحطي ناحية الخد، وعند ناحية القورة برضه تحطي حاجات بسيطة. أنا هنا جِبت contour powder عملت بيه الأنف حاجة بسيطة خالص، يعني ما حطيتش كونتور كريمي، لأ حطيت كونتور باودر ودمجته كده مكانه وبس كده. بُصّوا فرق برضه وادّاني شكل حلو، برضه ناحية الخد حاجة بسيطة. زي ما قُلت لكم أنا مش هاحط كونتور كريمي، حطيت كونتور باودر زي ما أنتم شُفتوا وزّعته في أماكن معيّنة، ادّى شكل حلو للlook وظهر لي الlook أكتر. أنا هنا كان نِفْسي إن أنا أركّب رموش بس استكفيت بالماسكارا. هارسم بقى تحت عيني نَفْس اللي أنا رسمته فوق، الدرجة اللي أنا خدتها فوق عيني حطيتها من تحت ودمجتها، تدمجي كل حاجة كويس عشان تظهر معاكِ ويبقى شكلها منسّق، ما كإنكيش حاطة تراب كده أو إن أنتِ شكل الlook مبهدل. الدمج مهم جدًا، جدًا في الlook وأنتِ بتعمليه. طبعًا تقدري تختاري الألوانات اللي أنتِ عايزاها وحسب اللبس اللي أنتِ هتبقي لابساه أو اللي أنتِ عايزاه. بعد كده حطيت الhighlighter في أول العين وعند مدمع العين كده ودمجت كويس، بعد كده هاحط بقى إيه، الروج. درجة الروج لسه أنا مش مقررة أنا هاحط إيه. بعد كده حطيت الhighlighter طبعًا بيظهر لِك الlook جدًا، وحطيت عند ناحية الأنف وعلى عضمة الخد، وطبعًا دمجته بإيديّا ما استخدمتش فُرشة. هاجي بعد كده للشفايف، أنا عايزة أعمل تجبير لشفايفي. عارفين القلم بتاع الحواجب ده أنا باستخدمه ككونتور على شفايفي، وبعد كده بادمجه هادمج بعد كده لجوّه. اللي هو القلم الحواجب اللي أنا قُلت لكم عليه ده باستخدمه ككونتور للشفايف، بيكبّر لي الشفايف، وبعد كده بابدأ اللي أنا أدمجه لجوّه زي ما أنتم شايفين كده، وباثبّت بloose powder بعد كده وبابدأ أحط الروج. هاستخدم ماسكارة MM أنا باحبها جدًا، جدًا، جدًا. أغلبية الحاجة اللي أنا باستخدمها يا إما من MM يا إما من White Cinema يا إما Pretty Woman، بصراحة كلّهم أحلى من بعض. بس في الماسكارا أحلى ماسكارا استخدمتها وبتدّيني كثافة للرموش حلوة جدًا كإني مركّبة رموش بالضبط، اللي هي ماسكارة MN، وبتقعد معايا يومين كمان أو 3 بتطلع أصلًا بصعوبة من العين. بعد كده زي ما قُلت لكم إن أنا ثبّت ناحية الشفايف وتحت عيني أماكن معيّنة بس في بشرتي. عشان يقعد معاكِ فترة طويلة لازم تثبّتي الmakeup، وكمان لو بقى الجو حرّر أو وشِّك عرق أو مش هيعرق معاكِ لو أنتِ ثبّتي بشرتِك الmakeup بيفضل قاعد معاكِ فترة طويلة. استخدمي أي loose powder أنتِ بتحبيه، في منها شفّافة وفي منها لونها بيج اللي أنتِ عايزاه. حطيت البلاشر برضه حطيته من مَيّة سينما، وأنا هنا هاشرح لكم كل حاجة استخدمتها في الفيديو، وهاستخدم الروج برضه بتاع MM اللي هو القلم الخشب ده أنا باحبه جدًا، جايبة منه كذا لون أساسًا ما باستغناش عنهم، الألوانات كلّها بتاعتهم حلوة جدًا. أنا حطيت الدرجة دي، شايفين شكل الشفايف عشان خاطر الكونتور اللي إحنا عملناه ادّى شكل الشفايف إزاي؟ هتفرق معاكِ جدًا الخطوة اللي إحنا عملناها. أثبّت بقى الروج عشان يقعد معايا فترة طويلة، تاكلي وتشربي وتعملي اللي أنتِ عايزاه، الروج مش هيتحرك من مكانه. شايفين شكل الlook عامل إزاي؟ الlook طلع جامد جدًا. ده شكل الlook في الآخر. ما تنسيش إن أنتِ بقى تعملي لايك وshare للفيديو وتكتبي لي comment حلو منِّك. أول حاجة استخدمتها زي ما قُلت لكم الماسكارا بتاعة MM، ما باستغناش عنها وحلوة جدًا، جدًا، تقعد معاكِ في رموشِك كذا يوم، وكأنِّك حاطة رموش. عايزة أقول لكم إن الlook ده كان هيظهر أكتر وهيفرق لو حطيت رموش، بس الماسكارا ظهرته لي أكتر ومناسب جدًا مع المناسبة اللي أنا رايحاها. استخدمت الباليت بتاع الhighlighter دي، حطيت منها على الخدود، على عظمة الخد، وحطيت منها على الأنف، وحطيت منه كمان في الeye shadow، واستخدمت اللي هو مَيّة سينما، واستخدمت art skin في الconcealer، واستخدمت الباليت بتاعة نود. ده كل الmakeup اللي أنا استخدمته. وطبعًا الحواجب استخدمت جل أنستازيا، وده قلم اللي هو اسمه فيوتشي بتاع مَيّة سينما برضه في الeyeliner، وده قلم MM اللي هو بتاع الروج اللي أنا استخدمته حلو جدًا وبيفضل ثابت معاكِ. وهنا ده الجل الحواجب اللي أنا استخدمته، واستخدمت برضه ماسكارة حواجب MM عشان تضبط لي لإن الدرجة كانت فاتحة أوي بتاعة جل الحواجب. يا رب يكون الlook عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وshare للفيديو وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.
شايفين شكل العين وشايفين الهايلايتر والكونسيلر اللي إحنا حطيناه تحت العين ظهر لي الmakeup إزاي، هو ده اللي أنا قُلت لِك عليه في التصوير هيظهر لِك الlook بتاعِك اللي أنتِ حاطاه. كده أنا خلّصت الmakeup بتاعي، قولوا لي رأيكم إيه، وما تنسيش تعملي like للفيديو.